سوا. عزيزي المشاهد، أهلا بك وسهلا في برنامجنا شبابيك كلام. بين الشخصي والعام ستدور مروحة النقاش بهوائها البارد مرة، وربما بهوائها الساخن عدة مرات. ربما تتفق معنا في بعض الأفكار المطروحة، ربما كان لك رأي مختلف، هذا مهم بالطبع، لكن الأهم أن نكون عادلين في اتفاقنا، أن نكون عادلين في اختلافنا. والعدل من وجهة نظر البرنامج أن نحترم الرأي الآخر ما لم يضر الآخر. ضيفنا في هذه الحلقة هو الذي قيل فيه حرفه بينشر في فضا روحي جمال كناحين، فأحس عز الصيف بطعم نسيمه. قولوا فين؟ في القلب يبصم بابتسامة وحزن اسمه شهيد. الأستاذ المحامي والشاعر القدير أستاذ شاهين أبو الفتوح، أهلا بك وسهلا أستاذ شاهين. أهلا بك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا على الاتصال الجميل. تستحق أكثر، وأرجو أن تكون الحلقة مفيدة لكلينا ولمن يشاهدها بإذن الله. دعني أدخل بالسؤال الكلاسيكي، المحاماة والشعر. أعرف أنك تحملت مؤونة الدفاع عن قضية واحدة، محاماة وشعرا، قضية اسمها مصر، لكن أيها كانت مهنة وددت أن تكون هواية، وأيهما كانت هواية وددت أن تكون مهنة؟ الهواية التي كان ينبغي أن تكون مهنة هي الكتابة، والمهنة التي كان ينبغي أن تكون هواية هي المحاماة. جميل. معنى هذا أنك لم تتخذ الكتابة مهنة فعلا في وقت من الأوقات مثلا؟ ألم يعني تتفرغ لها في وقت؟ الهواية من الأشياء التي تكلف صاحبها. نعم. وهي مكلفة، والأصل أنه إذا كنت كاتب مفكر وتكتب، أنت تفكر طول الوقت. نعم. فأنت تحتاج إلى التفرغ. نعم. فينبغي أن يكون إنتاج الفكر يكفيك الحاجة. نعم. حتى تستطيع أن تمارس بعض الهوايات. نعم. لكن لا يوجد مفكر أو شاعر يمكن أن ينجح دون أن يتفرغ. جميل. ولكن من ناحية التكلفة يعني أعتقد أن الكثيرين من جمهور الأدب يعرفون أنك تنظم صالون شاهين أبو الفتوح بشكل شهري، وهذا أعتقد مكلف. أم يعني تقصد كذلك التكلفة المعنوية والتفرغ؟ لكن دعني أسأل سؤالا آخر بخصوص، يعني عرفت أنك عملت في مجالات أخرى غير المحاماة، و تفننت في فنون أخرى غير الشعر. هل تعرض لنا مختصرا لهذه المهن؟ أنت بتسألني كده في حياتي يعني ليكن مختصرا، وبعد ذلك يمكننا الدخول بين الحين والآخر في هذه التفاصيل. يعني أنا سنوات في الغربة الأولى في النمسا مارست التجارة، ولكن الشاعر طغى على التاجر. نعم. دي حقيقة. نعم. أن الشاعر طغى على التاجر. مارست التجارة في مجالات مرتبطة بالفنون، يعني كنت أصور أعمال لكبار فنانين التشكيليين المصريين. عملت في مجال الفن التشكيل؟ نعم. تسويقه بشكل عالمي. بشكل عالمي. نعم. كنت أخذ من مصر وأخذ من بلدان عربية أخرى، ومن بلاد الشرق وبلاد الغرب، من أمريكا اللاتينية، لكن الأساس عندي هو تسويق الفن المصري، كان إنتاج الفن المصري أو الفن الشرقي، دون أن أجعله هو الفن فن، فينبغي أن أضع إلى جواره فنون أخرى. نعم. ما يكمله ليكون
يعني كائنا كاملا بالفن العالمي وليس جزءا واحدا من الفنون المختص بمنطقة واحدة أو ما شابه. نعم. هل هناك مجالات أخرى؟ يعني تحدثت لي عن الأحجار الكريمة. هذه يعني هي التجارة بكل بالأشياء اللي أنا كنت أحب. أنا أحب الأحجار الكريمة والأحجار نصف الكريمة، وأحب الفنون، الفن التشكيلي. نعم. كان لك باع مع الأحجار الكريمة، كان لك باع آخر مع أشياء أخرى. فن الأرابيسك بكله، فن الجبلان، السجاد اليدوي، القصد كان بلجيكي. والمنتجات ليست التقليدية المصرية، ولكن التي كانت أن تندثر من صناعات زي صناعة الكليم المصري. كنت مهتم جدا بمدينة فوة كفر الشيخ. حاولت جاهدا ونجحت إلى حد كبير في أن أنا أعيد إنتاج فوة كفر الشيخ وكان لها تسويق أيضا عالمي. كنت أسوقها نعم داخل أوروبا ما شاء الله. وكان هناك إقبال كبير على منتجات اللي هي الآن اندثرت تماما أو قضي عليها يعني للأسف الشديد. نعم. أنتقل إلى مسألة أخرى، ونحن الآن نصور بالتحديد من شقتك في الدور السادس، والشرفة أمامي تلك المطلة على أبي الهول والأهرامات. غالبا ما أرى صورك المنشورة على الفيسبوك ملتقطة بحيث يكون رأسك موازيا أو في موازاة رأس الهول. فهل يعني ذلك يشعرني أو يذكرني بشكل لا واعي باسمك شاهين؟ هل شعرت أنك فعلا شاهين في حياتك؟ لكل إنسان نصيب من اسمي، بس أبو الهول هو اللي بيدخل في الصور معايا. نعم. يعني إذا هو الذي يتصور دائما يظهر أبو الهول والأهرامات حتى لو بتصور بعيد عن مصر. أقطع هذه الضحكة وأسألك سؤال ما أعرفه عنك أو يعرفه جميع أصدقائك وجمهورك من المتابعين لنصوصك الأدبية، وأنك وطني تحب مصر. بالتأكيد هذا مخالف لأهداف الحزب الوطني. لماذا انتميت إلى الحزب الوطني في فترة من الفترات؟ يعني الحزب الوطني كان متحكم في مصر، وكان أفسد شيء في مصر، وثقة في نفسي أني أستطيع إصلاح هذا الكيان، وإذا كنت قدرة لي أن أصلح هذا الكيان كنا هنجنب مصر خسائر كثيرة جدا جدا. نعم. وكل ما في مصر كان يمكن أن ينصلح. وعندما قامت الثورة التقيت بمن مسك بعد صفوة الشريف وقيادات اللي مسكت بعد صفوة الشريف بعد 25 يناير، ومنهم كان الدكتور شريف والي المتهم في موقعة الجمل، كان أمين الحزب الوطني في الجيزة. فقلت له أين ما كنت قد رفعت لكم من تقارير عما ينبغي أن يحدث من إصلاح في داخل الحزب؟ فقال لي يعني احنا كان هو ده اللي هيمنع الثورة؟ قلت له لا، مش كان هيمنع الثورة، بس كان هيبدر بالثورة في داخل الحزب، في داخل الحزب نفسه وليس في بالضبط. لكن كلامي لم يلقى هوى جمال مبارك وأحمد عز وصفوة الشريف والشله دي كلها، وكان لزاما علي ان انسحب واستقيل، وبالتالي استقلت 2009. استقلت بعد ان يعني عرفت وتاكدت انه لا سبيل، لكن كانت هناك فلسفه منشوره في الحزب الوطني يقول لك انت بعيد عن الحكم، فان كنت لا تقدر المسؤوليه تعال واحكم وارنا ماذا ستفعل. انت دخلت الحزب الوطني لتحكم وتريهم ماذا ستفعل، ولكن هم بدروك بانها فلسفه او مجرد اقوال يقولونها للشعب ليس اكثر. نعم. ستكون هناك فجوات ربما أو قفزات بين الأسئلة بين سؤال وآخر. أريد أن أنتقل بين الشخصي والعام. عندنا في مصر بعد الثورة التي ربما لم تتحقق بشكل كامل انتشرت قصة أنا تنبأت بالثورة، خصوصا من الأدباء والشعراء والقصاصين والمشاهير. ظل راح كل شاعر يحتل أو الأديب يحتل منصة يقول أنا تنبأت بالثورة في كتابتي كذا. ربما هو كتب أصلا عن أحداث الخير والشر، تلك الأحداث العامة اللي موجودة في التاريخ الإنساني بغض النظر عن الثورة المصرية أو غيرها.
هو يأخذ من ذلك أنه تنبأ بالثورة. ما رأيك في هذه المسألة؟ والله الثورة فتحت الباب على مصراعيه لكل مزايد ولكل داعي أن يدعي أنه هو الذي تنبأ وأنه هو الذي حرك وأنه لكن كل من تحدث بعد الثورة هو منتفع. نعم. يعني كل من تحدث بعد الثورة أراد تحقيق مصلحة شخصية لنفسه، وكأن الثورة يعني مجرد قيام الثورة هو الهدف في حد ذاته، وإنما الثورات تقوم لتحقيق أهداف هي لم تتحقق حتى الآن. الأحق بأن يقولوا إن احنا تنبأنا بالثورة هو كل شاعر حتى من رحل عن الحياة وكتب يستحث الشعب ويحرض الشعب على رفض الظلم وعلى أن يثور ضد الطغيان. كل هؤلاء هم من تنبأوا بالثورة، حتى من رحل إلى جوار ربه منه. شاعر الثورة. قامت الآلة الإعلامية كالعادة بتلميع بعض الشعراء أو شعراء معينين كانت مسلطة عليهم الأضواء وسبتهم شاعر الثورة. ما رأيك في هذا اللقب؟ شاعر الثورة ومطرب الثورة وراقصة الثورة. نعم. يعني نعود للسؤال السابق، هو نفس الموضوع. يعني المهللون للحدث غير الفاعلون له. نعم، غير الفاعلين له. المهللون للحدث غير الفاعلين له. نعم بالظبط. فأنت الفاعلون في الحالة دي زي ما قلنا هم الشعراء اللي شايلين هم مصر لسنوات طويلة ويعانوا، وكتبوا من القصائد ما حرك وجدان الشباب وألهم الشباب وحرض الشباب، ثم يأتي من يعني يركب الموجة. نعم، ولكن هناك فعلا شعراء من سموا شاعر الثورة أو لقبهم الإعلام بشاعر الثورة فعلا لهم حضور في الثورة وقبلها، ولكن هل هذا يجعله شاعر الثورة الوحيد أو شاعر الثورة؟ اللقب فيه خصوصية كأن لا غيره لم يكتب للثورة لا قبل ولا بعد ولا أثناء. هذا يعني تحجيم وتصغير للثورة. الثورة تحدث كلما زاد عدد شعرائها كلما نجحت الثورة، وفي الحالة دي أعتقد أن في حاجة إلى 80 مليون شاعر أي استشعروا الثورة وحركتهم الثورة. إذن فأنت لك نصيحة تريد أن تدلي بها إلى الإعلام المصري في هذه المرحلة؟ الإعلام المصري مطلوب منه ينزل للناس، لشباب المبدعين في أينما وجدوا. نعم. لأنه هؤلاء لا يمتلكوا وسيلة الوصول إلى الإعلام. الإعلام ينبغي أن يبحث عن المبدعين ليظهرهم، لكن المبدع يدور علشان يوصل للإعلام بيكون فسد المبدع تملقا في سبيل الوصول. هو فعلا عندنا المبدعون يبحثون عن الإعلام ولا يجدونه، لكن بخصوص الإعلام يعني هناك ما رأيك في برنامج محترم تلفزيوني يستضيف راقصة محترمة من الكباريه للبيت والبيت للكباريه حتى يناقشها في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالبلد؟ يعني ما رؤيتك لبلد يحدث فيها ذلك؟ هذه بقايا عهد الفساد لحسني مبارك، وسيأخذ وقت طويل إلى أن ننتهي منه. المشهد مش بيصدر فقط راقصة تتحدث. أنا مش ضد أن الراقصة تتحدث في الشأن العام، هي مواطنة وحق لها أن تتحدث في الشأن العام، لكن لا أن تفتي في الرأي العام، يعني لا أن تدلي بدلو ما ينبغي أن يقوم به. يمكن أسألها عن رأيك إيه فيما يحدث، لكن هي ليست القيادة، لا خالص. ولا ينبغي على الإعلام أنه يجعل من كل مشهور إعلامي. نعم. نحن الآن نبحث، يعني السيد شعبولة يقدم برامج سياسية. نعم صحيح. يعني هذا هو المختصر المفيد.
يعني لماذا شعبولة يقدم؟ لأن شعبولة مشهور وليه قاعدة جماهيرية. حارس المرمى فلان الفلاني نجم إعلامي، ليه؟ لأنه كان حارس مرمى شاطر وليه جماهيرية. نعم. الراقصة فلانة صعدت بلية إعلامية، اللي معاها دكتوراه في الرقص الإيقاعي الباليه وبتبلبل البلد. نعم. وهي الدكتورة فلان، تيجي تبحث من فيما هي الدكتوراه في الرقص. نعم، وضحت الرؤية، وأعتقد أن النصيحة التي أدليت بها ستكون الطريق ممهدة أمامها للوصول إلى. لكن اسمح لي بخصوص الإعلام والأغنية وشعبولة، يعني أرجو أن تقول لي، يعني هناك قد أنتجت لك بعض الأغاني التي ألفتها أو قمت بتأليفها، المصحياتي وليس المصحراتي، وغناها عصام محمود. وفي صرخة ميلاد وتيجي نمنيها غناها المطرب محمد الحلو، وديموسكراتس غناها فايد عبد العزيز، ومصر بنت النيل تحت الإنتاج. يعني هل تقول لنا كلمات مصحياتي هذه في أمام الحلقة؟ يعني نقول لك كلمات مصحياتي، بس أريد أن يعني تسمح لي أصحح أنه لم ينتج لي وإنما أنتجت. أنت قمت تكاليف الإنتاج كاملة. معقولة؟ يعني نعرف عن أغاني كثيرة لا قيمة لها، لا إنسانيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا ومع ذلك نسمع عن المبالغ المهولة أحيانا التي يتقاضاها مؤلفو هذه الكلمات التي ليس لها قيمة ولا معنى. لا كمان، وأنا عايز أقول لك النظام في مصر كان ممشيها إزاي. ألو معلم فلان الشاعر، اكتب لنا أغنية وطنية واديها لنا إهداء. أنت عندك شركة إنتاج سينمائي زي الفل، مش كده؟ طب اعمل لنا أغنية وطنية، ومقابل كده احنا هنخليك تعدي لك 3-4 أفلام وسخة. نعم. تمام؟ نعم. ونزعهم لك. أما أنت فلم يكن لديك أفلام هكذا حتى تستطيع أن ولا أحد يتصدى لإنتاج العمل الوطني، لأنه باختصار شديد هو غير مجدي اقتصاديا. الجدوى الاقتصادية بتاعته صفر، خسائر. إذا بعد هذه اصحى يا نايم، يا نايم اصحى، قوم تنهض الأوطان، قوم وحد الديان. بلدك يا مصري اللي بناها كان من بنيها، واللي عداها من عهد مينا ملكش فيها. اقرأ تاريخك وشوف بعينك أصلك وفصلك، دنياك ودينك، مرهون بإنك تزرع بأرضك، تصنع بإيدك. نعم. اصحى يا نايم، يا نايم اصحى، قوم تنهض الأوطان، قوم وحد الديان. بلدك يا مصري ربك حباها وهبها نيلها، وخلى فيها حنان ولادها نجوم في ليلها. ربك جعلها مخزون سهامه، وكان نبينا رسول كلامه. اصحى يا مصري صحي ضميرك، عصرك ينادي حدد مصيرك. دبيت برجلي مطرح ما قلبي اختار لي دربي، واقول يا ربي اكبر بخاطري ولاقي حبي. بلادي ملها مثيل يا خلي، احبابي منها بدني وضلي، نايمين وغمة حلت بأمة يلزمها همة. اوعى تستنى وتقول لي لسه وتقول لي لما. اصحى يا نايم، يا نايم اصحى، قوم تنهض الأوطان، قوم وحد الديان. اختلفنا في تقييم الصيغة أو اتفقنا، يعني عندي إحساس أنك تكتب الكلمة بروحك بصدق تام، فضلا عن أنك تكتبها، يعني تكتبها إلى حد ما باللهجة الريفية. أنت دلتاوي من هنا،
يعني الأهرامات كانت فلاحين، أصول مصر مزارعين، مش الفلاحين بالمعنى الذي يشوهه أو الذي شوهه وقدمه لنا الإعلام المصري، لكن الفلاح هو الذي أقام الدولة المصرية والحضارة المصرية بناء عليه بمعنى القيام والدولة والحضارة. هل تشعر بضرورة تغيير القيادات الثقافية في مصر؟ بمعنى آخر أو بصيغة أخرى، هل يعني هناك أي دليل موجود في مصر في الوقت الحالي يدل على أن قيادات معظم المؤسسات الثقافية في مصر نفعت أو خدمت للأدب المصري في الآونة الأخيرة؟ شوف، ليس في المجال الثقافي فحسب. احنا اطلقنا المقولة الشعب يريد اسقاط النظام، واسمح لي، وده قلته في جامعة القاهرة وقلته في ميدان التحرير، يا اخوانا الشعب يريد إقامة نظام، والشعب أسقط اللا نظام. العشوائية والتخبط والفساد لا ينبغي أن نطلق عليه نظام، لأنه بالنظام شعب مصر يقدر يبني أهرام. واجبني انك يعني تفكر في المركبات او في ضروري جدا، يعني لا تاخذ اي لفظ كشيء بديهي او بدهي. 2007 في ديواني افكار على كل لون كاتب اللا نظام عامل نظام، والجميع منتظم في اللا نظام، واي محاولة نظام تبقى مخالف للنظام وخروج صريح عن النظام. إذا ما كانش في نظام. إذا أنت تقول بشكل معين أن المؤسسات الثقافية لم تخدم الرؤية الحضارية للمثقف المصري. طيب، هذا يجرنا إلى سؤال آخر، وهو قيمة المثقف المصري ووزنه في ميزان النظر العربية وقبلها في ميزان النظر المصرية. هل تجد للمثقف المصري قيمة هنا أو هناك؟ هو طبعا إذا شئت بالمثقف اللي هم على دراية بالواقع ومعتمدين على القراءة وليس فقط على حاسة السمع في ثقافتهم، دور المثقف المصري هذا كان الدور الأساسي والجوهري في انطلاقة الثورة. نعم. لأن كل مستعمل للفيسبوك هو مثقف. لكن هناك يعني شرائح كثيرة جدا كل ما تريده هو أن تلعب على الكيبورد. لا، أنا ما بقولش بلعب دلوقتي. الكيبورد يعني أنها تستطيع استخدام الكيبورد. لا، الفيسبوك هو حوار مجتمعي دائر. نعم. كل من شارك في هذا الحوار تثقف، من لم يكن مثقف هو تثقف. ثم هناك كان مجموعة تكفي لأن تحرك الشارع. صحيح. ونزلت الشارع وحركت الشارع. لكن حال المثقف والمبدع من المثقفين لدينا هو الأسوأ على الإطلاق. يحضرني فيما أذكر إيليا الماضي: ليس أقصى من شاعر في أمة تحتضر. ليس أقصى من شاعر في أمة تحتضر. فأنت في حالة المجتمع لما يكون مصاب بما أصاب مجتمعنا، من أكثر من يعاني من أمراض المجتمع؟ المثقفون. نعم. هذا يعني اسمح لي أن أعلق به سؤال آخر، يعني قيمة الإنسان المصري بشكل عام، يعني بعيدا عن الثقافة المصرية أو المثقف المصري. يعني أنا أشعر بتضارب في النظرة العربية للإنسان المصري، يعني من جهة ينظرون إلى مصر أم الحضارة وأم الدنيا في حين أن الرجل المصري الآن يسافر إلى دولة عربية بما يعاد براتب يغترب ويرى الذل بصراحة، ولي أصدقاء لهم قصص شخصية في هذا الموضوع، ولكن بما يعادل، يعني ليته مرتبا كبيرا، مرتب كبير، ولكن يعادل ما يعادل 2000 جنيه مصري. ما رأيك في هذه الرؤية أو هذا الموقف؟ يعني ما تعليقك عليه؟ كيف يعاملنا الإخوة العرب؟ لا، هو التضارب الذي في هذه النظرة. يعني أنا أشعر بأصدقاء عرب لي يعني ينظرون إلينا نظرة، هو يحس بصراع، هو يرى مصر أم الدنيا، وفي نفس الوقت
إذا عرض علي عملا فسوف يعني كمدرس أو مراجع لغوي أو ما شابه تذهب وتسافر بما يعادل 2000 جنيه مصري، تغترب عن بلدك ولا تزور البلد إلا أسبوعين في السنة ب 2000 جنيه. ولما نعتب عليهم في ذلك؟ يعني أنا أقول لك قيمتك في بلدك هي قيمتك في أي مكان تروح فيه. نعم. بل قد تعلو قيمتك خارج بلدك لما تكون رخيص جدا في بلدك. يعني لو تكون في بلدك بتاخد 200 جنيه وهم لا شيء، يصبح ال 2000 جنيه اللي هم بعض شيء ومش مش هي القيمة طبعا. تصبح يقول لك يا عم انت بتتبطر عليا ليه يا مصري؟ انت بتاخد 200 جنيه في بلدك، انا بديك 2000 جنيه، بينما انت حقق 20,000 جنيه. وبالطبع او اخر من جنسية اخرى بيعمل نفس وظيفتك بياخد 20,000 جنيه، بس انا التاني وظيفته في بلده بياخد 2000 جنيه. نعم. فبيطلع بره عشان ياخد 10,000 20,000 جنيه. انت بتاخد 200 جنيه، اديك 200 جنيه. احمد ربنا. العادة بتاعتنا دي نمسك الفلوس تدي الواحد فلوس، والفلوس دي اليابان عملت عليها يا استاذ احمد دراسة على الاموال البنك نوت، وجدت ان اكثر بنك نوت في العالم متلوث ويحمل ميكروبات وفيروسات هو المصري. واحنا يا اخي مساكين نمسك ال5 جنيه بص نتعاطى الفيروس، نتعاطى البكتيريا، حتى النقود القليله صارت ممرضه يعني. دي حقيقه. طيب بخصوص العرب والخارج، منى عشماوي بالطبع لهذا الاسم تاثير ربما يكون سلبيا بعض الشيء عليه، لكن هي نشرت في روزا اليوسف عن قضيه التمويل الخارجي او التمويل الاجنبي، وكان اول القائمه اسم شاهين ابو الفتوح. يعني هل تعرض باختصار القضيه وهل تم تمويله من الخارج فعلا؟ هل تملك منى عشماوي اي دليل على تورطك في مساله كهذه؟ طبعا هي ربما استنتجت من مؤتمراتك التي تحضرها في الدول العربيه، وخصوصا اعتقد حضرت مؤتمرين مؤخرا في قطر. والله انا اتصلت بالمدام مدام منى. مدام بمعنى جبت تليفونها. نعم. ما قريت الموضوع. نعم. انا يا ستي اسمي شاهين ابو الفتوح، وانت كتبت اسمي في موضوع، ايه معلوماتك عن شاهين؟ لا والله يا فندم انا اصلي في واحد لبناني كانت في بيروت. ما شاء الله. كانت في بيروت. نعم. واحد في بيروت على كلامها اداها قائمة في انها بمن حضروا احد مؤتمرات الدوحة. نعم. كان مؤتمر منتدى المستقبل، لكن انا حزنت من القلم موجود في ايادي ناعمة ولكن بتجرح. نعم. يعني لو انت بتكتبي بحرفية وتحترم الكتابة، هأكتب اسم الأستاذ أحمد حسن في شيء أصل إليه الأول وأتأكد، لأن النشر ليس له رد. لكن في هذه الفترة أعتقد يعني معظم كله بيكتب، الصحفية والإعلامية تكتب بهذه الطريقة. أنا أجي لحضرتك وأعمل معاك لقاء فوري وأعمل وأنا متهم، وأنا متهم عايز أدافع. أنا بس بقول لك أرجوكي عشان لما تيجي تكتبي بعد كده، أنا راجل القلم مسكته صعبة عليا. نعم. كل حرف بينزل بقول يا رب أسطر، لأنه في الآخر وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت يعني المسؤولية كبيرة قوي يا أستاذة منى يا مدام. لما تيجي تكتبي ما تعتمديش على مصادر لبنانية وتقولي لي لبناني. نعم. اداك القايمة في بيروت وجيتي تنشريها في القاهرة هكذا، لأن نشرت وتوقعت ناس تتصل بيا. يعني أنا أعتقد أنها الآن هي التي يتم تمويلها معنويا أو فكريا من الخارج. يعني أنا ضد أي حد قال له اكتب ضد. لا، هي التي مولت بالأسماء من الخارج. طبعا. لكن لا أقصد تمويل مادي، لكن مولت بأسماء من الخارج، المفروض يكتب اسمها بعد كده. هي جميلة. هي جميلة. قضية التمويل هي جميلة. أنا شفت صور ليها. نعم. اتفرجت على صور ليها. فوجدت على درجة من الجمال
والانوثه. ليت قوتها الفكريه او طاقتها الفكريه كانت ما القوة الفكرية دي انت قدرت تشوفها من المقالة ومن اسلوب الكتابة بتاعتها ومصدر لا دليل التي تلك الآلية التي يعتمدها الإعلام. لا انا لو كنت اعتمدت على ما كتبت فقط لكنت اسقطتها من عيني، لكن بحثت عن صور ليها لقيتها حلوة وقلت خليها تنفع. نعم، حضرت في قطر مؤتمرين يعني. نعم. هل يعني يحق للبعض أن يعتبر ذلك دليلا على أنك لك علاقة بقطر وأنه ربما تكون فتحا تمويل أو ما شابه؟ والله أنا في قطر رفضت لقاء أمير قطر. نعم، رفضت لقاء أمير قطر في قطر. فرصة يسعى إليها وأنا في قطر من المصريين يعني. كنا كمان يعني وإحنا في قطر فندق الكارلتون ريتز. نعم. وقالوا سمو أمير قطر مستنزلكم علشان يلتقي بكم في الديوان الأميري، وكنت مش جاي علشان أتصور مع الأمير ومش رايح أقابل أمراء وكده كويس قوي. احنا عايزين نتناقش في وضع قطر السياسي يدرج على جدول الأعمال. ما دمنا بنناقش نعم منطقتنا ككل يدرج على جدول الأعمال، ومنطقتنا منطقة عربية وما اسمهاش الشرق الأوسط. حتى تكون هناك علاقة رسمية. يعني عايز أصل كلمة شرق أوسط عشان أدخل إسرائيل. نعم. يعني كده لما يقال شرق أوسط لأمرر إسرائيل. نعم. وأنا نفسي في أمة عربية ما يحكمهاش فاز، ما يبقاش سفير هنا وهناك ده فاتح سفارة والتاني باعت سفير. نعم. يعني عايزين نفك بلادنا بشكل الحضور. أما حضورك المؤتمرات يا أستاذ أحمد، فأنا أحضر مؤتمرات وأنظم مؤتمرات من تحديدا سنة 2000. مؤتمر الحماية القانونية للآثار العربية، والمؤتمر الأول لرصد وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، ومؤتمر نحو دستور عربي موحد. أين أقيمت تلك المؤتمرات؟ جامعة الدول العربية. وأنا في مكاني ده وبنظر كده زي ما أنت شايف الأهرامات وأبو الهول. نعم. كنت أشاهد على التلفاز ما حدث للمتحف العراقي. نعم. أنا أصبت بحالة من الفزع والخوف لا تتخيلها بسبب وانا بشوف سرقة المتحف بغداد، خاصة ان اللصوص اول ما سرقوا في بغداد سرقوا ايه؟ سجلات المتحف. نعم. المدون فيها الاثار العراقية. هذه اثار بابل واشور، حضارة قوية جدا. نعم. طيب اللي بيسرق السجل يبقى عايز يطمس ويمحو هذه الحضارة أو يزيفها. له خلفية استعمارية واحتلالية. إذا دخل على السجل، أنا ده فعلا دار في بالي. طب هذا السجل هل له سجل؟ هل يوجد هذا السجل مسجل في سجل أقدم منه؟ مفيش غير سجل واحد بس، هو السجل المصري. نعم. يعني سجل تاريخ مصر هو سجل تواريخ باقي الحضارات حواليه. إذا سرقت العراق واتضربت وتلاشت العراق، تاريخها هتجده تاريخ بابل وأشور في الأرشيف المصري، في السجل المصري. نعم. هذا بخصوص مؤتمر الحماية القانونية للآثار العربية. طيب المؤتمر يعني أولا متى كان هذا المؤتمر الحماية القانونية للآثار العربية؟ 2003 بعد أيام من غزو بغداد. طيب هناك المؤتمر الأول الذي قمته أو دعوت إليه، المؤتمر الأول لرصد وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، متى كان؟ ده كان موازي بعد مجزرة جنين. نعم. أعتقد كان 2004. هل كان يشبه مؤتمرات الجمعية العربية؟ لا، خرج بشيء مفيد يعني. أنا ندي لك أديك واحد. نعم. المؤتمر اللي بتاع الأول الحماية القانونية للآثار العربية، أنا من تحليلي للموقف والمشهد اتصلت بالسيد عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية في الوقت ده. نعم. وبعت رسالة سميتها حتى هنا القاهرة بالإيميل، عممتها على المنظمة العربية للمحامين الشباب في أنحاء البلاد العربية كلهم، أدعوهم للاجتماع. أصرنا في خطر، تاريخ العرب كله في خطر. لابد أن نقنن الوضع بتاعنا ونطالب باستعادة كل آثارنا. في بياننا الختامي
على فكرة في هذا المؤتمر استأجرت على حسابي الشخصي وعندي إيصال. أنا المواطن العربي الوحيد الذي استأجر قاعات جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر قومي. معقولة أن تتعامل الجماعة العربية بهذه الآلية؟ نعم، قالوا لي عندنا أزمة اقتصادية وبتتكلف وإضاءة يعني نأجرها لك. أستأجر كان ممكن أن تدفع ثمن الإضاءة وكان ممكن أعمل ديسكو، كان ممكن أعمل حفلة عيد ميلادي بدل ما أعمل مؤتمر. يعني أنا قدمت لك وتحت رعاية عمرو موسى، وكان عمرو موسى قد يحدث في المستقبل إذا أردت استجاء أو إقامة مؤتمر أن يؤجلوا. أعتقد أنها هي كانت سابقة في التاريخ. جامعة الدول العربية منذ تأسست إلى الآن هو المواطن العربي الوحيد اللي معاه إيصال استئجار هو شاهين أبو الفتوح. ربما إذا فكرت في إقامة متحف فيما بعد أن تضع هذا الإيصال فعلا في دي حقيقة. وموجود الأستاذ شوقي الطبيب هو الآن وزميلنا، والآن هو عميد محامين تونس. الدليل على نجاح الثورة التونسية. وهو معه نسخة من هذا الإيصال. يعني لديه نسخة من إيصال لما بعت للجامعة قلت لهم تم استئجار الجامعة. ما دام الجامعة عربية فالفضيحة تكون عربية. الإخوة الفلسطينيين كان ليس لديهم المقدرة بعض منهم على الحضور وتسديد الفنادق، دفعتها من جيبي الخاص. تمام؟ جينا في المؤتمر البيان الختامي كان هيكتب بيان عادي. نعم. يقول فيه نطالب باستعادة آثارنا العربية. أنا صممت ورفعت الجلسة ويشهد الأساتذة إنه لابد أن هذه الجلسة البيان يكون محدد المطالب بشكل غير عام. فصممت أن ينص على الآتي. جبت الوفد الليبي، إيه أهم أثر عندكم بره؟ قالوا لي دينار زويلة. موجود فين؟ موجود في فرنسا. جبت الإخوة السوريين، إيه؟ قالوا لي تمثال ربة الماء الأشوري موجود بره. جبت إحنا مصر، أنا أعلم عندي أهم حاجات، حجر رشيد، رأس نفرتيتي، وزاهي حواس موجود، وزاهي حضر معايا 3 لقاءات منهم يوم افتتاح المؤتمر كان في صباح الخير يا مصر. قلت لابد أن مصر. لا، زاهي اشتغلها. زاهي خد البيان بعديها وخد التوصية. كان يريد أن يأخذ البريق الإعلامي للموضوع فقط. واشتغل استعادة الآثارنا. أنا هجيب حجر رشيد. أنا بقى خدت البيان الختامي وتفويض من المؤتمر وطلعت تاني يوم في نفس اليوم عملوا معايا BBC وورلد، عملوا معايا لقاء لما جاروا البيان. قالوا لي يا مستر حامد، كان اسمي شاهين أبو الفتوح حامد. نعم. يا مستر حامد أنت ناوي تسترجع، بتطالب باسترجاع حجر رشيد حقيقي؟ قلت له ده دول 300 اللي حاضرين المؤتمر وراهم آلاف، وحجر رشيد ده ملايين يعني. طلب آلاف من المحترفين القانون. نعم. وتاني يوم أخذت هذا البيان، وعارف رحت فين يا أستاذ أحمد؟ أين؟ رحت بلندن، دخلت المتحف البريطاني وقفت على حجر رشيد، جمعت الناس وقلت لهم ممكن تساعدوني، عايز أشيل ده وأروح. في المتحف البريطاني فجاءني تعمدت ذلك لأني تعمدت أن أنقل المعركة إلى داخل بريطانيا وأكون رأي عام بريطاني يساندني. تنكش الذاكرة البريطانية حتى بالضبط. عايزين نتصالح، أعيدوا لنا حاجاتنا، لأن المكان ده واحد. المؤتمر الآخر الرصد وتوثيق، أنا اخترت من مقابل ايسيسكو المؤتمر الإسلامي في الرياض المنسق العام للجنة الدولية لرصد وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، بعد ما عملنا مؤتمرنا الأول الناجح في القاهرة كمنظمة عربية للمحامين الشباب، ثم عملنا المرصد الدولي لرصد وتوثيق جرائم الحرب مقره في الرياض في الرباط بالتعاون مع الايسيسكو نظام المؤتمر الإسلامي ده. وكنت أنا رئيس الجلسة الافتتاحية في الرباط في حضور كافة سفراء الدول العربية وسفراء الاتحاد الأوروبي. وكان في حرب شعواء، خليها شيل كلمة الإسرائيلية وخليها رصد وتوثيق جرائم الحرب فقط. صممت انها تكون جرائم الحرب الإسرائيلية تحديدا عشان حقوقنا لو ما خدناهاش دلوقتي يبقى بنرصدها وبنوثقها. يجي جيل قادر بعدينا زي ما اليهود بيقادوا هتلر والألمان بعد 50 سنة من الحرب و60 سنة من الحرب. أنا ما دام عندي وثائق ورصدتها كذلك. بقي سعادتك المؤتمر تحدثت كمان فيه أهم وأخطرهم على الإطلاق. نعود إليه، ولكن بعد يعني نأخذ فاصلا من
هذه المعلومات التي قد تفاجئ، وربما لم يعد هناك شيء مفاجئ حين نسمع عن فساد شخص من النظام السابق أو فساد مؤسسة كانت في ظل النظام السابق. الآن أعطنا كلمات أغنية تجري منيها أو أي أغنية تختاروها من التي غناها محمد الحل. والله اصرخي صرخة ميلاد، اصمدي ساعة الألم، ياما في الأرحام ولاد حلمها رفع العلم، زغردي لجل اللي جاد بالحياة ضد العدم، انهضي مفيش حداد واطلبي حج الظلم، اصرخي صحي الجياد وانصري حلم اتهزم، اعبري ايام شداد ياما في البركان حمم، امتي حان المعاد قومي يا خير الامم، انشدي لحن الجهاد ايقظي. عذرا بهذا الانقطاع وأرجو أن تكمل حديثك بعد أن تحدثنا عن نقطة الإلهام، وهي أنك وجدت في كل دستور عربي ذلك البند طبعا. و60 سنة عدت من عمرنا ومن أجيالنا. نعم. بيتكلموا عن وحدة. نعم. وحدة وحدة وحدة، وهي مش هتاف. نعم. أنا قلت لابد من إجراءات تتبع. الإجراءات المتبعة كالآتي عشان نعرف راسنا من رجلينا. كل قطر عربي خلال 5 سنوات، يعني كان زماننا النهارده عدوا ال5 سنوات، يجري استفتاء. الاستفتاء تحت ولا كله مسجل. نعم. هل أنت بتيجي في قطر، في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في تونس، في المغرب، في موريتانيا، في فلسطين، هل أنت مع دستور عربي موحد وهوية موحدة؟ نعم أم لا؟ على الشعب العربي. والله خرج عليا شعب قطر بنسبة عالية قال لا، خلاص. وفضل لي 20 دولة قالوا نعم. يبقى دول هيشتغلوا مع بعض، أعرف مين معايا ومين عليا، ثم تتدرج في ذلك. يبقى الأول بستفتي الشعب أنت معه ولا لا؟ يقول لي نعم، خدت إنه نعم، أبدأ أعمل على صياغة هذا الدستور لأعرضه مرة أخرى على الشعوب العربية. هذا هو دستورنا وتلك هويتنا، ولو بعد كمان 5 سنين يعني مشروع ياخد. هذه بس، لكن هذه الخطوة كانت مستحيلة كان في الأنظمة السابقة، لكن الآن أعتقد أنها أصبحت يعني هو ده وقته كمان. هو ده وقته. والليلة هذا المساء سأتناقش فيه مع الأستاذ شوقي الطبيب مخصوص. نعم. في الخطوات هنعمل شيء قوي جدا في هذا الموضوع. وأنت بتقول لي أحلام، منذ متى بدأ العالم وتطور لولا أحلام الشعراء؟ لا، أقول أنها يعني كانت أحلام في ظل الأنظمة السابقة، أما في حالة لا 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 لا, لا في واقع بمناسبة هذا. نعم. كلمني قلت لك الدكتور مصطفى ياغي كان رئيس المنظمة العربية لمحامين الشباب، وهو فلسطيني أردني من أصل فلسطيني ويعيش في عمان ومحامي. قال لي أبو أدهم نحب نحليه تحت رعاية مين؟ مع عمرو موسى. قلت له احنا فين؟ في الأردن. قلت له خاطب الملك عبد الله بن الحسين. نعم. بعت إلى الديوان الملكي، جاءته الرد بموافقة الملك عبد الله بن الحسين على أن رعاية المؤتمر. نعم. رددت أنا على مصطفى ياغي قلت له هم تسرعوا وسيردوا عليك بالنفي لأنه لن يوافق على سقوط عرشه. إذا تحققت الفكرة فليس حاجة لنا أن يكون في ملك في الأردن وأمير في البحرين وشيخ في الحتة الفلانية ورئيس هنا. ملك بشكل ما ينفعش. يعني ما ينفعش. مش هيبقى في مملكة وجمهورية هنا، كانت هتبقى الملكية البريطانية أقصد يعني شبه معلش يكون هناك إلى حد ما مش هيبقى جلالة الملك. مستحيل. لو نجح فكرة نحو دستور عربي موحد، يعني الشعوب دي هتنصهر ويبقى لها حكومة مركزية ويبقى لها قيادة موحدة، كل ده سينص عليه. وقد حدث. الديوان الملكي خاطبه مرة أخرى ليعتذر لانشغال سمو الملك، وأرسل وزير المعارف الأردني ليكون هو تحت رعاية بدل الملك. يعني شاركوا بشكل ما. ولكني قلت له هذا تسرع منهم، لأنه إن وافق على ذلك
اكيد هيضحكوا ينصحوا يقولوا ده دي هيضحكوا عليك شويه الشباب المحامين. نعم. قلت تعالى ترعى مؤتمر نهايته لو نجح هينهي عرشك. وده من الاشياء لكن حينما تم هذا المؤتمر وقلت لك لم يتناولوا اي من العرب المسؤولين، تجاهلوه. التفاؤل جالي منين؟ انا تابعت طبعا ما يحدث بعد المؤتمرات من ردود افعال، زي مؤتمر الحمايه القانونيه. مين اللي اهتم بيه؟ الانجليز، لانك هتاخد منهم حجر رشيد، فهم اللي اهتموا جامد. مين اهتم بمؤتمرنا يا استاذ احمد بتاع نحو دستور عربي موحد؟ اكيد اسرائيل، الصحافه الاسرائيليه الصحافه الاسرائيليه والصحافه الايرانيه والصحافه الهنديه والصحافه التركيه، دول الجوار للعالم العربي، تمام، هي التي ركزت ونزلت في اخبارها وفي صحفها وفي اعلامها ان هناك شباب محامين عرب بيجتمعوا ليتحدثوا في نحو دستور عربي موحد. نعم. في هذا وكونه يهتم، هو يهتم، اذا الموضوع جاد. الموضوع اللي يبدو قد تضحك عليه النهارده ويقول لك الصوره التي رسمتها يعني رسمها الاهتمام الاسرائيلي في صحفه او اعلامي بهذا المؤتمر، هل كانت صوره تشوه المؤتمر او تحاول التفزيع منه او ان تحاول مثلا اخافه كذلك الانظمه الحاكمه؟ لم يكن بتناوله بتعليقات، ولكن كنقله كخبر. نعم. نقل كخبر. لكن اكيد في الكواليس كان هناك اهتمام حتى لا يحدث، لا تكون هناك ثمره من المؤتمر. طبعا. يعني لم تجد هناك عوائق فعلا واقعيه قامت بها هو بس الفكره ان اقوى شيء عشان تتحرك صح لابد ان تكون مستقل، والاستقلال يعني استقلال مادي. لما نتكلم في مجموعه شباب محامين عشان يجتمعوا فكل واحد بيصرف من جيبه. نعم. احنا بنحافظ على الحته دي، نصرف من جيبه حتى لا يكون هناك تمويل اجنبي. ما يقول لا تمويل اجنبي ولا تمويل داخلي موجود. يعني اللي قادر فينا المليان يكب على الفاضي. نعم. كنا مشغلينها كده. نعم. في المنظمه العربيه للمحامين، المنظمه دي ضربت، المنظمه العربيه للمحامين الشباب ضربت. الاجهزه بتاعت الدول العربيه زرعت فيها شباب محامين، عملاء لاجهزه المباحث في كل دوله، يدخل ليخلخلوا هذا الكيان المستقل، والى حد كبير نجحوا، ولكن ان شاء الله يعني البقاء للخير. اسمح لي ان يعني اعتقد اننا تناولنا الان معلومات كافيه جدا عن المؤتمر، لكن اعود للقاء واسالك يعني في الغالب حين يستضاف شاعر او اديب او ما شابه في تلفزيون او حلقه ويسال ما هي امنيتك واجمل امنيتك، فيجيب اجابه رسميه: اريد الوحده العربيه و يعني خير مصر. اذا سالتك هذا السؤال فهل ستجيب بنفس الإجابة الكلاسيكية هذه؟ هذا تقول يعني. أسألك ما هي أمنيتك في الحياة؟ نحن إن شاء الله يعني نشوف البلد دي مصر. نعم. على المضمار، على الطريق، لأنه إذا فهي نفس الإجابة يعني. لا نفس الإجابة بصيغة أخرى. مصر زي ما قلنا قبل كده، مصر هي القاطرة. نعم. فوجودها في حالة توهان وحالة تخبط وعدم وضوح الرؤية. نعم. ومهما اتضحت الرؤية بالنسبة لإخواننا العرب ضايعين الجميع إذا ضاعت مصر. لكن ما هي أمنيتك على المستوى الشخصي؟ أنا أحكم مصر. أن تحكم؟ أحكمها. نعم. أمشيها على الرصيف ما يتلخبطش، مفيش مواطن يوقع في طيارة. رصيف. وصحيهم الصبح الساعة 5 الصبح يوقفوا في صف المطبات والحفر في الطريق نفسه وليس على رصيف يعني. لا أنا بقول لك كده. لا أمشيها صح. تقوم الصبح من النوم، اللي عنده صلاة يصلي، هنبدأ مع طلعة الشمس نشتغل، هنريح لما الشمس تبقى حامية، وهنرجع نهاركم زي الفل، شغل، هشيل كل الاشغالات اللي موجودة في البلد، هيتعذبوا علشان يستمتعوا بنعيم. طيب انا واحد خايف على نفسي، دعنا نعود الى الشاعر ونقول يعني موقف القيت فيه نصا ادبيا او
قرأ لك فيه أحد النصر الأدبي واستفزك بنقده حتى أغضبك ورددت عليه، هل حدث ذلك؟ لا، ما حصلش معي. طيب هناك يعني ما هو التعليق الأبرز الذي أحببته وصادفت حين صادفته في طريقك حينما كنت تلقي نصا أو يقرأ لك أحد من حسن حظي هناك شخصيتين صادقتهم في حياتي واعتز بهم لأبعد مدى. الشاعر الكبير الأستاذ محمد الفيتوري وأخبرتني أنه حضر هنا أكثر من مرة وكان يتغزل في طبعا بشكل أهرامات وكان كلما يأتيني يطلب سماع صرخة ميلاد كنشيد، وله مقولة كان يقول: هذه طلقة أطلقت في غفلة من كل الأنظمة، ولن يستطيع أحد أن يردها، هي أطلقت خلاص. هي النبوءة بالثورة، الشاعر العظيم محمد البيتوري. الشخص الآخر هو المرحوم الأستاذ محمود عوض، الصحفي العملاق، أستاذ الصحافة المصرية العظيم. محمود عوض واحد من أعظم رجال الصحافة في تاريخ مصر عموما، الله يرحمه، ما حضرش الثورة. وكان هنا وتناقشنا قبل ما أطرح فكرة نحو دستور عربي موحد، وأفادك في بعض الأمور. قال لي: سيقولون لك أنت غير واقعي خالص، بس خليك كده لأن هي دي نهاية المشوار. يعني هذه بداية الواقعية. لأن دي النهاية في الآخر. خصوص احترامك وذكر حين تذكر هؤلاء الناس الكبار والذين رحل بعضهم، يعني يعني هناك لك بالطبع أصدقاء شعراء وأدباء شباب، فحينما تسمع ولم يأخذوا حظهم في الشهرة أو في الوجود على الساحة، لكن في المقابل نسمع ونقاد الكثير حينما يظهرون على آلة إعلامية، حينما يظهرون في آلة صحفية أو ما شابه، يقولون نحن رعاة أو نرعى الشباب الأدباء وهكذا. يعني هل هذه مقولة صحيحة؟ هل هناك النقاد الكبار الآن في مصر يرعون الشباب فعلا؟ ليسوا يرعون الشباب. طيب يعني ماذا تقول للذين يسمعون هذه الادعاءات من النقاد الكبار، وماذا تقول للنقاد الكبار حتى يكفوا ويرحموا أذاننا عن هذه الادعاءات من هذه الادعاءات؟ الكلام إذا ما طبقش الواقع ما يشغلكش كتير. لكن ما هو النتاج الموجود في مصر؟ في نقاد بيقولوا بيرعوا مين؟ نعم، بيرعوا مين؟ بيرعوا شعبولة؟ ربما كتب مثلا مقالة عن شاعر، هذه هي الرعاية. الناقد يستطيع أن يطلع عنان السماء لو هو صادق. نعم، تمام. وينزل الأرض. بينزل مين ويطلع؟ بيطلع المفروض من هو جدير بأنه يصعد، ويسقط من هو يعني يستحق السقوط. مش كده؟ نعم. أنا مش شايف إنه اللي خرج علينا أين كان؟ إما إنهم غير موجودين، ما فيش وجود للنقاد أساسا، أو ودي الأخطر موجودين وعدوهم. نعم، يعني أنا سأطلب من حضرتك طلبا يعني نحاول فقط أن تكون الإجابات مختصرة أكثر عشان لكي فالوقت يداهمنا. في حالة أو في ظل صعود الإسلاميين في مصر الآن، هل تعتقد أنهم سيكون لهم أثر في الأدب والفن المصري؟ الأدب خصوصا والفن المصري عموما. والله المقدمات تخوف شوي. يعني أنا مع حرية الإبداع، وينبغي أنهم يسارعوا في وضع الأطر التي لا ينبغي الخروج عليها، والمبادئ التي لا ينبغي الخروج عليها. الإبداع دون إيذاء الآخرين. يعني عندنا أودينا من بعض التيارات التي كانت متحكمة في الآلة، وكانوا يكثرون من اختراق التابو الديني الذي يزعجك كمسلم أو كمسيحي أو يعني على الأقل صعود الإسلاميين سوف يقلل من هذه ولو الحق أن يقلل من هذه، ويطلب من الآخرين المخترقين للتابو الديني أن يحترموا هذا الرأي. شوف أنا نود المبادئ، ولذلك أنا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. نعم. النص الدستوري
لأن هذا هو الأهم. ما تخرجش على المبادئ والمتفق عليه والمتعارف عليه من صحيح أخلاقيات هذا الدين اللي هي إنسانية. نعم، ولكن ما يعني تتعارضش مع الإنسانية أساسا. نعم، ولكن من زاوية أخرى يعني هناك اتهام للأدب الإسلامي أنه سطحي ومباشر، يعني نخفف الكلمة مباشر. يعني هل تعتقد أن هذا صحيح في الفترة الأخيرة، أم أن هناك شعراء يتجهون اتجاها إسلاميا وعندهم من الطاقة الفنية المنافسة ما يكفي يعني؟ والله أنا مش عايز شاعر إسلامي وشاعر كافر والعياذ بالله. أنا عايز إنسانية الأدب. لنقل شاعر يختلف كتابه الديني وشاعر لم يختلف كتابه الديني. أرجو أنا نصيحتي للإسلاميين ككل ألا يقعوا في هذا الفخ، وهو أسلمت إنهم سيحاولوا أسلمت الأدب، وهو إنساني. بل الإسلام وأدباء المسلمين نعم منحوا البشرية والإنسانية أعمال عظيمة جدا 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 بتستفيد منها البشرية. هناك حركة هوية تلتزم الآن الأدب الإنساني بما لا يجرح الآخر ولا بالضبط. بالضبط. أنا عايز الإسلاميين ما يوجعوش في الفخ ده. إنه ليه؟ لأنه الأدب أوسع من إنك تقيده وتجعل إن إحنا دين مقيد. إحنا دين مقيد بشروط وفي أمور معينة. بالضبط بالضبط. واللي أنا شايفه في الحوار اللي ماشي حاليا وكأن للإسلام شروط وضعها وعراقيل وهيراقبوا في محاكم تفتيش فيما تفكر وفيما ستكتب والأسلوب ده ينبغي أنهم يحضروه كويس جدا جدا، لأنه هو دي بداية أنه ينقلب عليهم اللي في نفسه غلط. نعم، هذه وجهة نظر لها تقديرها. في النهاية قل ولا تقل، هذه جملة يعني مشهورة. اذكر لنا موقف، أكيد يعني مرة كل شاعر فينا مر بهذا الموقف. قل يعني ألقيت نصا فجاءك ناقد أو جاءك معلق وقال لك قل هذا اللفظ ولا تقل هذا اللفظ. هل تذكر موقفا حدث معك بهذه؟ هو ما حصلش معي. أنا كنت في الكويت وكنا مدعوين وقاموا عند إحدى الزميلات المحاميات. كنا في مؤتمر، وكان مؤتمر أعتقد الملكية الفكرية نعم في الخليج العربي، وكان منعقد في الكويت. والأخت الزميلة المحامية عملت على شرفي عشاء، فاجتمع كل الناس وطلبوا مني أن ألقي شعرا. فقمت عشان أقول القصيدة، فوانا في مقدمتها يعني في أول القصيدة ولا حاجة كده، جت جنبي الأخت المضيفة اللي عزمانة وهمست في وزني كده، قالت لي عايزين نتعشى. وانا بقول شعر، قالت لي عايزين نتعشى. هذا لا تاكل قصيدة كلها. رحت قافل البتاع ومعتذر عن الاكل وعن الشعر وماشي على طول من الكويت. في النهاية أستاذ شاهين، أشكرك الأستاذ العزيز والصديق العزيز كذلك والأب الأكبر، المحامي والشاعر والأديب وذو المهن والأخرى 7 صنايع، ولكن إن شاء الله الوقت ليس ضائعا. الأستاذ شاهين أبو الفتوح. وفي النهاية عزيزي المشاهد أشكرك على ما قدمته لنا من وقتك الثمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.